المقدم طارق مسؤول الأمن بالخرطوم وضيف النوب. ولا يفوتني أن نرحب بترحيب خاص بالسيد الأستاذ النهر بودة وكيل المجلس المحلي لمحافظة أسوان، والذي يشرفنا في هذا اللقاء وأتى خصيصا، وهو ابن عمنا من قرية غرب سهيل ووكيل المجلس المحلي للمحافظة في هذه الدورة. نرحب بالسيد اللواء رضا يعقوب. بنرحب بفضيلة الشيخ حمد الله مدير إدارة الأوقاف بنصر النوبة. مرحبا بالقيادات السياسية الشعبية والمحلية والحزبية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية. نرحب بالحضور جميعا. أهلا وسهلا بكم في قريتكم، ومركز شباب تابوت يرحب بكم جميعا. وإذا كان لي أن أعبر عن مشاعري ومشاعر هذا الجمع المتشرف بلقائكم في بداية كلمتي، فإنهم من غير شك سعداء كل السعادة بهذا اللقاء الذي يجمع فيه الأستاذ مسعد هركي ورفاقه الكرام. أنا مش عايز أطيل في الكلام على أساس ندي المجال لطبعا ضيفنا وحبيبنا وحبيب الملايين الأستاذ الذي بنفتخر به جميعا، الأستاذ مسعد هركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ عبد الصبور عبد القادر على هذه الكلمة الترحيبية بالسادة الضيوف جميعا. قبل أن نلتقي اليوم، فلقاؤنا إن شاء الله سوف يكون لقاء مع الأستاذ مسعد هركي، ثم لقاء مفتوحا بيننا وبينه. ومحاور هذا اللقاء سوف يكون حول محاور كثيرا، حتى ولو اختلفنا فيها ينبغي علينا جميعا على اختلاف المشارب والاتجاهات السياسية والاجتماعية والطبية، إلا أننا كلنا نعمل من أجل صالح النوبة. وإن اختلفت الوسائل التي تؤدى إلى هذا الهدف المبتغى، ألا وهو النوبة التي عشقناها تاريخا وجغرافيا، النوبة وأهل النوبة الذين هم ليسوا أقلية، بل هم شعوب أصلية. نفتخر جميعا أن نكون نحن من أهل النوبة. أهل النوبة الذين دائما يدفعون الثمن منذ عام 1902. الناس يعلمون أن النوبيون فقدوا أطفالهم بعد التهجير مباشرة لاختلاف البيئة التي نقلوا إليها، وكان ذلك كله حبا من أجل مصر وتضحية من أجل مصر. أهل النوبة أخذوا تعويضات قليلة بخسة للغاية في سنة 1964، وأيضا كانت هذه التضحية كلها من أجل مصر ومن أجل شعب مصر. أهل النوبة لا تقارن بيوتهم التي كانوا عليها قبل التهجير مع بيوتهم الآن، ومع ذلك هم يتحملون وهم يضحون. إن البيوت النوبية الآن
يعيش بها 3 أجيال نظرا لعدم وجود إمكانية للتوسع العمراني. الآلاف من الأسر لم يحصلوا على تعويضات ولا على بيوت. هذه محاور أضعها كنقاط اتفاق أو اختلاف يوضحها ويبينها لنا الأستاذ مسعد هركي. هو أيضا سوف يكون حلقة الوصل في التقارب، فليس في كل الأمور المعارضة تأتي بنتائج إيجابية. أحيانا عندما تتماشى وتسيس الأمور بطريقة إيجابية يمكن لك أن تحصل على ما ينبغي أن يكون. نقول إذا اختلفت مشاربنا واتجاهاتنا فإننا جميعا نعمل من أجل النوبة وحبا من أجل مصر. أقدم لكم الآن الأستاذ مسعد هركي رئيس النادي النوبي العام بالقاهرة، فليتفضل سيادته مشكورا.